من بين كل الآثار المصرية أبو الهول دايما ليه مكانة مختلفة، شامخ كده وغامض أكتر من أي تمثال تاني. صحيح إن كل الآثار قديمة وبتحكي قصص وحكايات عن أصحابها، لكن لما تبص لأبو الهول تحس إنه مش بس قديم، ده معتق، وشه المهيب وجسمه الضخم، حتى طريقة قعدته على الرمل كأنه بيقولك أنا شاهد على أسرار وحكايات عمرك ما تتخيلها. لكن هو نفسه مفيش عنه كلمة واحدة مؤكدة، مين هو واتنحت إمتى ومين اللي بناه وليه اتبنى أساسا محدش عارف حاجة. ولكن يا ترى هو مجرد تمثال صخري عادي ولا بوابة لسراديب وغرف سرية وعالم تاني مختفي تحت جسمه؟ وإيه قصة الاكتشاف اللي تم التكتم عليه بين مصر وبريطانيا وعلاقة الاكتشاف ده بحضارة أطلانتس؟ هو ممكن يكون أبو الهول هو الصندوق الأسود اللي اتحفظت فيه كل العلوم والمعرفة اللي كانت في الأرض قبل الطوفان؟ تمثال مجهول الهوية كل اللي نعرفه عنه إنه اسمه أبو الهول، ده حتى اسمه اتغير عبر الزمن. مكانه على هضبة الجيزة في الضفة الغربية لنهر النيل جنب الأهرامات قاعد تمثال أبو الهول، جسم أسد براس إنسان. تمثال ضخم طوله حوالي 73 متر وارتفاعه 20 متر. اتقال عنه إنه يعتبر أقدم المنحوتات الضخمة اللي موجودة على الأرض. اختلفت الآراء حوالين شخصيته حتى في التاريخ المتسجل، يعني اتقال إنه اتبنى بأمر من الملك خفرع في الأسرة الرابعة، وبعض الأثريين قالوا لا ده مش خفرع ده الملك خوفو، وقالوا إنه عمره ما يزيدش عن 4500 سنة، وده التاريخ الرسمي المتسجل عن أبو الهول. بس اللي ناس كتير ما تعرفوش إن في التاريخ الغير رسمي أو البديل في روايات مختلفة قالها أثريين وباحثين وعلماء جيولوجيا وكمان رجال دين ورحالة. القصص دي هي اللي هنحكيها دلوقتي، وهنبدأ بسؤال خطير: مين ممكن يكون صاحب شخصية أبو الهول؟ من كام سنة كده الدكتور علي جمعة قال إن وجه نبي الله إدريس هو نفسه وجه أبو الهول، وإن المعروف عند القدماء المصريين إنهم كانوا بيصوروا أي شخص مقدس على شكل طائر أو حيوان، وده صحيح. زي حورس مثلا صوروه على شكل صقر، وتحوت على شكل طائر أبو منجل، وأنوبيس على شكل حيوان ابن آوى. وكمل الدكتور كلامه وقال إن أبو الهول على شكل جسد أسد وراس إنسان، وإن ده أنسب وصف للقب المعلم الأول أو حكيم الحكماء، ودي ألقاب سيدنا إدريس، لأن سيدنا إدريس هو أول من علم الناس الهندسة والطب والفلك. والمقريزي في كتابه الخطط المقريزية قال إن سيدنا إدريس عليه السلام ملك مصر، يعني كان ملك عليها، وإن هو أول من بنى فيها بيوت للعبادة. وفي كلام لبعض الرحالة العرب بيدعم فكرة إن أبو الهول ما كانش مجرد ملك، ولكن ممكن يكون نبي من الأنبياء. الرحالة عبد اللطيف البغدادي قال إن بيرجع نحت أبو الهول للهرامسة، ودول أتباع النبي إدريس عليه السلام. أما الإدريسي فقال إن كتير من المصريين كانوا بيزوروا أبو الهول وكانوا بيتباركوا بيه، لدرجة إن اللي كان بيحاول يوصل لمنصب حكومي كان بيروح عند التمثال ويولع بخور ويذبح ويأكل الفقراء. الكلام ده كان حوالي سنة 1100 ميلادي، وبرغم إن في التوقيت ده مصر خلاص كانت دولة إسلامية، ولكن دي كانت معتقدات قديمة متوارثة من الأجداد المصريين. وده بيأكد إن أبو الهول ما كانش مجرد ملك، ده شخصية لها مكانة دينية. تمثال أبو الهول مرت عليه فترات إهمال. في عصر الدولة الوسطى منطقة الأهرامات وأبو الهول شبه اتهجرت، واتهدمت المعابد الجنائزية اللي كانت في المكان، وترمم أكتر من مرة في عصر الدولة الحديثة، وآخر مرة كان في عهد الملك رمسيس الثاني. وفي العصر الروماني اعتنى الرومان بالتمثال واهتموا بترميمه، وبعد العصر الروماني اتهجرت المنطقة مرة تانية واتغطى التمثال بالرمل لقرون. التمثال في عصر القدماء المصريين ما كانش اسمه أبو الهول، ولكن كان اسمه حور إم إخت. ولما دخل العرب مصر اتغير اسم التمثال وبقى بير حول. ولما تم اكتشاف التمثال في فترة الحملة الفرنسية الرملة كانت مغطية التمثال كله، وهبة ريح قوية كشفت جزء منه. وقتها بدأ الجنود الفرنسيين ينقبوا ويزيلوا الرمل من فوقه وحواليه علشان يلاقوا تمثال ضخم، ويتحول اسمه بسبب الفرنسيين من بير حول لبير هول، حولوا حرف الحاء له، ومع الزمن اتحرف الاسم لأبو الهول. في التاريخ البديل عمر التمثال أكتر من 4500 سنة بكتير، لأنهم بيقولوا إنه عمره معدي 10,000 سنة، والرأي ده استند عليه الجيولوجيين والأثريين بسبب آثار التآكل الموجودة على جسم التمثال. التآكل الموجودة عليه ناتج من أمطار غزيرة، يعني بيرجع للعصر المطير اللي كان من 10,000 سنة، والمناخ ده أصلا ما كانش موجود في مصر في زمن الملك خفرع. الغريب بقى إن الرأي الفلكي بيأيد الرأي ده جدا، وبيقول إن فعلا التمثال بيرجع لأكتر من 10,000 سنة. ليه بقى؟ على تمثال أبو الهول مفيش كتابة بتتكلم عنه، ولكن في لوحة اسمها لوحة الحلم، اتقال إنها بترجع للملك تحتمس الثالث، وفي اللي بيقول تحتمس الرابع. اللوحة دي موجودة
أسفل صدر أبو الهول، ومرسوم عليها رسمتين قصاد بعض لأبو الهول. معنى كده إن كان في 2 أبو الهول، لكن اللي موجود بشكل فعلي على الأرض تمثال واحد. طب فين راح التاني؟ حركة الشمس بتتغير مع الزمن، فلكيا الشمس مش بتشرق دايما من نفس البرج، والظاهرة دي اسمها تقدم الاعتدالين، بمعنى إن كل 2160 سنة بتتغير الخلفية النجمية لشروق الشمس، يعني بيتغير البرج اللي بتشرق منه الشمس. وفي سنة 10500 قبل الميلاد في التوقيت ده الشمس كانت بتشرق من برج الأسد، يعني الشمس كانت بتشرق قصاد برج الأسد، وفي نفس الوقت أبو الهول واقف على الأرض بيبص في اتجاه الشمس. كده هيبقى خلف الشمس وقت الشروق برج الأسد، وقصاد الشمس تمثال أبو الهول على شكل أسد في الأرض. يبقى كده السماء فيها أسد نجمي والأرض فيها أسد حجري، والشمس بتشرق بينهم. واللي بيأكد النظرية دي أكتر إن الأهرامات أصلا مبنية بمحاذاة حزام أوريون في السماء، وده طبعا علم فلكي رهيب في زمن بعيد قوي، لا كان فيه تلسكوبات ولا أقمار صناعية. إيه بقى حكاية السراديب والأنفاق اللي تحت التمثال؟ بعض الأثريين مش مقتنعين إن تمثال أبو الهول مجرد تمثال عادي، وأول كلام عن الفرضية دي كان سنة 1935. كانوا مقتنعين إن وراه سر كبير، وده خلاهم لسنين يدوروا ويبحثوا لحد ما اكتشفوا أبواب موجودة خلف راسه وسراديب بتوصل لداخل التمثال، وقالوا إن السراديب والأنفاق دي أكيد جواها كنوز ووثائق قديمة تخص حضارة أطلانتس المفقودة. ولكن هيئة الآثار المصرية كانت رافضة الفكرة، وكمان منعت أي محاولة للبحث في الموضوع، وتم التكتم عليه تماما. وده في حد ذاته مثير للشك، لأن الموضوع لو مجرد وهم ليه مش مسموح للأثريين الدخول للمكان؟ وفي كتاب أسرار هضبة الجيزة وأبو الهول للمؤرخين البريطانيين مالكولم هوتون وجيري كانون، قالوا إن تمثال أبو الهول على هضبة الجيزة مبني أصلا على مدينة سرية تحت الأرض، وإنهم متوقعين وجود ممرات وسراديب وأنفاق سرية بتوصل لحضارة أطلانتس، وإن الموضوع مش مجرد فرضيات ولكن حقيقة مؤكدة. وإن في سنة 1935 تم الحفر والتنقيب فعلا تحت التمثال علشان يقدروا يوصلوا للمدينة، ولكن بعدها محدش اتكلم خالص عن الموضوع ولا قالوا إيه اللي تم اكتشافه تحت التمثال، وكأن اللي كان فيه حفر ولا تنقيب. وهيئة الآثار المصرية قفلت المدخل اللي اتفتح بحجر جرانيت بعد الاتفاق مع الحكومة البريطانية. ولكن من كام سنة كده بعد ما كان الأثريين المصريين بيرفضوا فكرة إن أبو الهول أكتر من إنه تمثال حجري، خرج الدكتور زاهي حواس بتصريحات غريبة وقال إن اتضح لينا من خلال دراسة أبو الهول إن فعلا موجود تحته 4 أنفاق، والكل نفق أو سرداب قصته الخاصة. أول سرداب في الجزء العلوي من ظهر التمثال يعني ورا الراس، والسرداب التاني في الجانب الشمالي من التمثال، وده السرداب اللي اتقفل من السلطات المصرية. والسرداب التالت ورا لوحة الحلم في الجزء السفلي من صدر التمثال، والسرداب الرابع موجود تحت في مؤخرة التمثال وبيوصل لجسم أبو الهول من الداخل. وكده الموضوع مؤكد ومتصرح بيه كمان من الدولة المصرية، ولكن برضه محدش اتكلم عن ايه اللي اكتشفوه داخل التمثال. ومن ضمن الناس اللي اتكلمت في الموضوع الروحاني الأمريكي إدغار جايس، شخص معروف بقدرته على التنبؤ والقراءة الروحية. ذكر في كتابه القصة المذهلة لإدغار جايس إن في غرفة سرية تحت قدم أبو الهول، وإن الغرفة دي موجود فيها سجلات حضارة أطلانتس، وإن بعد ما أطلانتس اتدمرت بعض الناجين سافروا لمصر وحفظوا العلم والمعرفة في أرض مصر. ولكن لو رجعنا للقصة الأصلية اللي قالها أفلاطون عن أطلانتس واللي حكاها واحد من أجداده القدماء وكان اسمه سولون، قال إن أطلانتس كانت حضارة متقدمة جدا وجميلة وغنية وفيها علم ومعرفة يفوق الخيال، ولكن بعد كذا جيل الغنى والعلم خلى أهلها يضغوا ويتجبروا في الأرض ويغزوا الممالك اللي حواليهم، لحد ما حصلت كارثة طبيعية عبارة عن إعصار وفيضانات ضخمة وأمواج أهلكتهم، واختفت الحضارة بالكامل تحت المية. وده الطوفان لأنه معروف باسم الطوفان في الديانات السماوية، لكن في الثقافات القديمة معروف بأنه كارثة طبيعية دمرت الحضارات وغرقتها تحت المية. ولكن في قصة أفلاطون كهنة مصر اللي حكوا قصة حضارة أطلانتس لجده سولون حكوا عن قوتها وغناها وتقدمها، لكن مفيش أي كلام عن إن في ناجين من أطلانتس سافروا لمصر. يعني قصة أفلاطون اللي هي القصة الأصلية بتحكي إن كهنة مصر اتكلموا عن حضارة أطلانتس زي ما احنا النهاردة بنقعد وبنحكي عن تاريخ مصر القديمة. الكهنة برضو كانوا بيحكوا عن حضارة قديمة قامت على أرضهم. أما الجزء اللي بيقول إن الناجين من أطلانتس سافروا لمصر ده جزء زيادة
على القصة الأصلية. تم إضافته في القرن ال19 من بعض الباحثين، ولو لاحظتوا هتلاقوا إن قصة أطلانتس من قمة تقدمها لحد دمارها وانهيارها بتشبه بشكل كبير اللي حصل في مصر القديمة قبل الطوفان، وقلناه في الحلقات اللي فاتت. فهل ممكن يكون أسرار وسجلات حضارة أطلانتس موجودة فعلا تحت أبو الهول؟ ولو الإجابة لأ، طب ليه في تكتم على الاكتشاف الأثري الموجود تحت التمثال؟ ما تنسوناش في السبسكرايب واللايك، وتسلم لو عملت شير.